دخل اليمن مرحلة جديدة في حربه على الإرهاب من خلال العملية العسكرية الشاملة ضد عناصر القاعدة في أبين وشبوة اللتين حشد فيهما آلافا من قوات الجيش والأمن والانتقال إلى الهجوم الشامل على القاعدة في أوكارها، إضافة إلى حشد الدعم الشعبي ومشاركة اللجان الشعبية في القتال والحرص على تحييد القبائل ومنعها من تمكين عناصر القاعدة من الحصول على أي مخابئ أو ملاذات آمنة بما يساعد في القضاء عليها. الحاصل أن القاعدة تهاجم دائما، تغتال وتهاجم معسكرات ومراكز وهيئات حكومية وتهدد، حتى وصلت إلى قمة السلطة والقيادة في اليمن، فكان لابد من مواجهتها. مطلب شعبي كبير أن نحن نلاحق عناصر القاعدة الذين يغلقون الأمن والسكينة للمجتمع. أعطت الأيام الأولى من القتال مؤشرات إيجابية بنجاح العملية العسكرية، حيث تمكن الجيش من الدخول لأول مرة إلى مناطق جبلية كانت محرمة عليه، وتمثل معاقل ذات أهمية كبيرة للقاعدة في تدريب عناصره والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء مختلفة من اليمن وربما في الخارج. لكن هذا التقدم لم يضعف القاعدة بعد أو يمنعه من تحريك خلايا نائمة تابعة له أو شن هجمات في مناطق خارج ساحة المواجهات العسكرية. ردة الفعل من القاعدة لا أظن أنها ستكون أقسى مما كان في السابق، فهي قد استنفذت كل شيء، وإذا توقفت الدولة هي تهاجم. مواجهة القاعدة هي تأخذ شقين، شق الحرب وهي عملية ممتازة الآن، عملية سليمة وأعتقدها من أحصف وأكثر العمليات العسكرية رشدا وإعدادا، ولكن ستظل القاعدة موجودة بوسائل أو مستويات مختلفة، ولهذا فإن الحرب على القاعدة حرب طويلة الأمد. يوصف تنظيم القاعدة في اليمن بأنه أشد عدوانية وأكثر خطرا على الأمن الدولي، وقد ألحق أكبر الضرر باقتصاد اليمن خلال السنوات الماضية، إلى جانب الفساد الذي لم تبرأ منه حكومة الوفاق، وأوصل الأوضاع إلى حافة الهاوية، حيث تشير تقارير دولية إلى أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع مرتبات الموظفين خلال الأشهر المقبلة. ومن هذا المنطلق مثل قتال القاعدة أولوية للحد من انهيار الأوضاع وحماية العملية السياسية ووضع المعرقلين تحت طائلة العقاب الدولي. الجانب الأمني ليس وحده كافي لمخاطبة المجتمع الدولي، لدينا جانب بناء دولة، جانب حوكمة رشيدة، جانب محاربة فساد، هناك أكثر من جانب في العملية التخاطب مع العالم. هناك تأثيرات اجتماعية كبيرة جدا من قبل الإرهاب، القضاء عليه ضرورة ضرورة ضرورة. ولا شك أن مستوى التفاعل الشعبي والدعم الذي يحظى به الجيش والأمن في حربهما على القاعدة هذه المرة يعبر عن إحساس اليمنيين بحجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة أعمال القاعدة في الآونة الأخيرة. حمود منصر، العربية، صنعاء.